السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة حسن رضوان التعليمية. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نحول ملف وورد إلى PDF بدون برامج. في البداية أحب أذكر أهمية الكتابات بصيغة الPDF هو اختصار لكلمات Portable Document Format. وقامت شركة أدوبي سيستمز سنة 1993 بإنشاء هذه الصيغة في الكتابات للحفاظ على مستنداتها دون تغيير. وصيغة الPDF بتحفظ للمالك مالك المستند حقه دون أن يستطيع أحد أن يغير أو يبدل فيه شيئا، كما أن الكثير من التنسيقات في الوورد تتغير عند فتحها من جهاز إلى آخر غير المصممة عليه. كما يمكن نشر الكتابات بصيغة الPDF على مواقع الإنترنت بسهولة وحفظ حق المالك والمؤلف فيها. في البداية كنا بنستخدم برامج خاصة لتحويل مستندات الوورد إلى PDF مثل برنامج PDF Converter. أما الآن فبتطبيق الوورد 2010 يمكننا فعل ذلك بسهولة. هنفتح مثلا مستند وورد. على هذا المستند، في هذا المستند مثلا مستند الوورد، يمكن أن نغير أو نبدل في الكتابات كما نشاء. ولكن في الPDF لا نستطيع أن نغير شيئا، فيمكن أن نحفظ هذا المستند بصيغة الPDF بسهولة عن طريق وورد 2010. هنفتح قائمة فايل ونختار Save and Send، نضغط عليها هتفتح القائمة دي. هنختار منها Create PDF Document، نضغط عليها ونختار Create PDF. هيبدأ البرنامج بتحويل الملف. هيفتح الأول نافذة، هيفتح مربع حوار. نكتب اسم الملف ونختار مكان الحفظ، والصيغة طبعا موجودة قدام حضراتكم PDF. هنختار مكان الحفظ وليكن سطح المكتب ديسكتوب، نحتفظ بنفس الاسم نادي العلوم، ونضغط Publish. وسوف يقوم الوورد بتحويل الملف إلى PDF. زي ما حضراتكم شايفين تم فتح الملف بصيغة الPDF. هنفتح الملف بصيغة الPDF زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الPDF لا نستطيع أن نكتب عليه أو نغير فيه أي شيء. يا رب الدرس يكون بسيط وسهل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.